ماتش باتشوكا احنا قلنا ان هو من اهم ماتشات الجيل الحالي، ومش هيفرق مين هيبدا ومين دكه. المهم ان المليونير اللي هيلعب يكون عنده روح ناحيه التيشيرت، ويبص لشعار النادي قدامه، والجمهور اللي جاي من كل حته يشجعه. ناس جايلك من اخر الدنيا عشان تدعمك، وانت والله ماليك فيها. اقسم بالله نص اللعبه دي كسر، ما اقدرش اجيبهم حتى في حجز كوره كده، ضميري ما يطوعنيش. بس نقول ايه بقى، ارزاق، هتعمل ايه؟ بس يعني العب بالفلوس اللي انت بتاخدها، انت متوفر لك كل حاجه يا اسطى. قاعد قايم واقف نازل طالع رايح جاي اكل شارب، وراك جمهور قد كده في ظهرك، ايه اللي ما يخلكش تلعب؟ نايم كويس قبل الماتش، قاعد في فندق 7 نجوم، مستحمل جاكوزي وساونا، باتون ساليه وسيمون في ميه وبكتب المشروم، ومحدش بيقول لك تلت التلاته كام، والكوره بتبص لك على طبق من فضه في السكس يارد وتشوطها ببز رجلك في السماء. اللي ما يخلكش تموت نفسك عشان تكسب الماتش، خصوصا انك كنت الطرف الاقوى طول الماتش، وباتشوكا ما عملش اي هجمه عليك، ما فيش اي خطوره. الشناوي ما اترماش حتى، هي كوره بس في اخر الماتش، والكوره اصلا طالعه اوت، الشناوي اترمى بس عليه، وعملوا اللي في دماغهم وخدوك لحد ضربات جزاء. لا ده انت عشان الدنيا تثبت لك انك عبيط ضيعوا هم اول ضربتين جزاء وانت جبتهم. يعني انت كده المفروض متقدم عليهم في ضربات الجزاء 2-0،